اهلا بيكم في الموسم الثاني من برنامجكم سيلفي تيوب. مش هقول لكم ان انتوا وحشتوني، اكيد انتوا عارفين كده كويس، بس هقول لكم ان احنا في الفتره اللي فاتتنا اخبار كتير قوي. اوعدكم في الحلقات اللي جايه هنتكلم عنها كلها، هنتكلم عن كل حاجه. ايوه، عن كل حاجه. شيل الصوره دي يا اشرف. المهم ان احنا حلقتنا النهارده عن الحريه الشخصيه. اهلا بيكم في سيلفي تيوب. الدنيا قامت وما عادتش عشان فرحين. فرح جورج كلوني اللي اثار غيرة بنات كتير قوي لانه اتجوز بنت عربيه، والفرح الثاني الفنان القدير سعيد طرابيك. حديث الساعه هو حفل زفاف الفنان الموهوب المبدع الاستاذ سعيد طرابيك. وعلى الرغم من فرق الوسامه ما بين جورج كلوني وسعيد طرابيك اللي بتصب طبعا في مصلحه سعيد طرابيك، الا ان برضه الشباب كان غيران. اللي يقول لك ولئن الحلال اجمل سانتظر مثل سعيد طرابيك، واللي يقول لك كم مليون بصوا لك في الجواز الوداع يا حاج. ده غير الفيديوهات. في فرق في السرعات سيد الرئيس. طبعا نفس الكلام انت بتعمله لما بتشوف صوره واحد على البحر بملابسه الداخليه. طبعا مش منظر حضاري، لكن انت من جواك بتبقى عايز تنزل في الجو ده لو حتى ملط. بمناسبه الجو ده احنا عملنا الحلقه الظهر، ما صورناش في الظل، وده تضامنا مع الناس اللي ما عندهمش تكييف، وانا منهم. نرجع لحلقتنا تاني. احنا بقينا بنتدخل في حياه بعض بشكل او باخر بطريقه سخيفه. كل الناس بتتدخل في حياه كل الناس بطريقه ضيق كل الناس، وكده كتير قوي 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 يعني. مثال على كده، بص البت دي جامده، شفت لبسها؟ دي فين اهلها؟ دي فين اهلها؟ وانت من جواك ناسي ان دينك اصلا امرك بغض البصر. طبعا الازمه بتاعت الفرح بتاع سعيد طرابيك ما كانتش اول ازمه، كان في برضو نفس الموضوع للاعلامي عماد الدين اديب. بهدوء. الناس سخنت وصارت برضو مش عارف ليه. قبلها برضو كان في عماد حمدي وناديه الجندي، بس عم سعيد كان واخد الموضوع ببساطه. ادينا العروسه بقى مدام ساره نكلمها. اديك العروسه؟ بتقول ايه يا اسامه؟ اديك العروسه ازاي؟ ولا اعمل ايه؟ امشي من غير عروسه؟ ومن يومين اوكا ومي كساب. نشوف الاعلام بقى تناول موضوع عم سعيد طرابيك ده ازاي. حب واتجوز على سنه الله ورسوله، وعنده الشجاعه الكافيه والثقه في النفس انه يعمل فرح وينبسط. الفنان سعيد طرابيك اتجوز فنانه في فرق السن بينهم كبير شويه. استاذ وائل، انا فرق السن ده مش شايفاه في سعيد، انا شايفه سعيد اصغر مني كمان. سعيد طرابيك عنده بسم الله ما شاء الله ما بين، يعني لانه واضح ان هو مولود قبل شهاده الميلاد ما تتعمل. حسبي الله ونعم الوكيل. سعيد طرابيك زي ما قلت لكم في السبعينات، وساره في بدايه الثلاثينات، يعني الفارق ما بينهم حوالي 40 سنه. يعني شايفني داخل على كرسي ولا حد شايلني يا ريس؟ ما الحمد لله بصحته هو كويس. ويبعد عنكم العين ويبعد عنكم اللسان اللي عايز قطعه، وبالرفائي بس، بالرفائي بس، يا رب بالبنين بس، يعني بالرفائي بس. بس ليه؟ انت هتعترض على اراده ربنا؟ عموما ده هندي خلف وهو عنده 95 سنه، بتحصل. طبعا في ناس كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده من باب الضحك وخلاص، لكن الناس اللي كانوا غيرانين بجد، هل يا ترى غيرانين لانهم في سن اصغر ومش عارفين يعملوا زيه، ولا مش قادرين يعملوا زيه؟ المهم ان احنا مش محتاجين نعيد تاني عشان نفهم الدرس. انت حر ما لم تضر، وان حريتك تنتهي عندما تبدا حريه الاخرين. عموما في نهايه الحلقه احنا عملنا قناه للبرنامج على اليوتيوب اسمها سيلفي تيوب. يا ريت نعمل لها سبسكرايب وشير ولايك لصفحه سيلفي تيوب بالعربي والانجليزي على الفيسبوك. اشوفكم الحلقه الجايه.